احنا النهارده في الكوربه هنسال الناس ايه اللي هيحصل لو بقى العالم كله عنده عمله واحده. يا جماعه عمله ماليه واحده، حد شايف؟ ماشي. معانا محافظ البنك المركزي العالمي. تعالى نتخيل كده العالم كله بقى عنده عمله موحده. فكده هيكون ليها مساوئ، هيكون ليها مميزات. حاجه وحشه ان البلد هي بتتحكم في العالم كله. احسن من تعدد العملات، بدل دولار ويورو ومصري يبقى حاجه واحده وكله بقى يتعامل بيها وخلاص. مش هيبقى في فكره بقى سعر الصرف والكلام ده كله، تسافر بقى فرنسا انجلترا روسيا تدفع بنفس العمله. دايما ان كل دوله اقتصاد مختلف عن الثاني، فممكن يكون دوله اقتصادها اعلى من الثانيه، فعشان كده بالنسبه لدوله ثانيه الاقتصاد بتاعها ضعيف، فبالنسبه لها العمله دي ما تكونش احسن. هيبقى اسم العمله ايه؟ عمله العالم بقى. واحد عالم. لا اتفقوا مع بعض يا جماعه كده، قربوا من بعض، فكروا معايا. 200 عالم، دولار 50 عالم. عملة القلبيز. هيبقى مرسوم عليه ايه؟ حط عليها صورة مهندس مثلا. ايه الحاجه اللي العالم كله ممكن يجتمع عليها؟ معلش في حاجه العالم كله هيقدر يجتمع عليها. هل العيش البلدي هيبقى بنفس قيمه العيش الباجيت الفرنساوي؟ لا، لو احنا عملة موحدة يبقى سعرهم بقى مختلف. ده بيعاني وده بيعاني برضه. في الاول وفي الاخر هي بالانجريدينتس مش بالثمن، مش بالعمله. لو انا دلوقتي سياسه الماليه بتقول لي ان انا محتاج اطبع مثلا عمله اكتر عندي عشان اقلل من ثمنها عشان اعرف اعدي الازمه دي، بس انا ما اقدرش اعمل كده، لازم اخد موافقه الجميع. ففي الاخر زودت المشكله الاقتصاديه، بهدلت بلاد ثانيه، ما كانش مؤثر حقيقي، وقت كتير قوي عقبال ما يعرفوا يرجعوا. طب بجد ايه اللي هيحصل لو وحدنا العمله في العالم كله؟ كل بلد عندهم مشاكلهم الخاصه، فبالتالي عندهم سياسات ماليه مختلفه. كل حكومه من حقها تتحكم في عملتها، فلو في عمله موحده مين المسؤول؟ لو بلد واحده وقعت كل هيتاثر، وده خطر كبير. نظريا عمله عالميه موحده فكره حلوه، بس في الواقع تطبيقها هيكون صعب. احنا لسه يا دوبك موحدين اليو اس بي سي، هنوحد عمله؟